لان الحاجات دي مش هي اللي هتكسبك ولا هي اللي هتعلمك. من فترة قريبة كنت في ايفنت وكان بيتكلم فيه ناس ناجحة في البيزنس بتاعها وبيكلموا في نصايح عن الشغل والشركات وما الى ذلك. الكلام اللي سمعته في الايفنت فكرني بفيديوهات كنت شفتها قبل كده، ومن التعاملات بتاعتي مع ناس ناجحة كتير لقيت دايما في لغة مشتركة ما بينهم. تعال نشوف الفيديو ده اللي هيوصل لك الفكرة شوية. تيم المؤسس والمستثمرين والفريق طول ما فيش حد بيخل بالشرف، محدش بيسرق، محدش بيخون، محدش بيغلط في حد، محدش بيغش في الارقام، محدش بيخلط الماء بالزيت، كل الحاجات دي. لكن البيزكس موجوده، والاربع حاجات دول موجودين، الباقي بقى بتاع ربنا. النجاح بيعلمك لغة مختلفة. اولا الناس الناجحة دايما هتلاقيهم بيتكلموا عن ربنا وبيذكروه كتير، او على الاقل عن المبادئ بتاعتهم. ممكن يكون الشخص مش متدين خالص، ولكن دايما بيتلاقي في اللغة بتاعته في كلمة ربنا والتواضع حاجة مشتركة ما بينهم وما بين بعض. طب منين بيجيب التواضع ده شخص ناجح واي حاجة هو عايزها بيعرف يعملها، اي حاجة عايز يشتريها بيعرف يشتريها. منين بيجي التواضع بتاع ان هو يحس دايما ان هو قليل؟ كل الناس عايزة تبقى المدير، عايزة يبقى صاحب الشركة، عايز هو اللي يقول مين يشتغل ويعمل ايه، وعايز يقعد هو على الكرسي الكبير، عايز الناس كلها تاخد الاوامر منه وهو اللي يدي الاوامر. بس الشخص اللي قاعد على الكرسي ده بياخد اوامره من مين؟ مين اللي بيرجع له لما يبقى في مشكلة؟ دايما الحد ده بيبقى ربنا. والموضوع مش تدين منه، الموضوع بيبقى من تجاربه الكتيرة اللي فاتت اللي علمته ان هو مش احسن ولا اهم واحد في العالم، فخلاه يعرف حجمه فعلا قدام الناس كلها. تاني حاجة الديليجيشن. الناس الناجحة بتتعلم بسرعة ان هو ما ينفعش يعمل كل حاجة، لازم يعرف يعين ناس ويختارهم صح ويديهم التاسكات الصح ويعملوها بالطريقة الكويسة كأن هو اللي اشتغل عليها بنفسه. عشان كده الديليجيشن او ان انت تدي شغل لحد من اهم الحاجات اللي هتحتاج تتعلمها لو انت عندك طموح تبقى ناجح. هتعرف بسرعة ان ايا كان كمية الفلوس اللي انت جبتها فوقتك هو محدود، عندك عدد ساعات معينة في اليوم. عشان كده من اكتر الحاجات اللي بتشتريها هو وقت الناس التانية عشان يعملوا الحاجات اللي انت ما عندكش وقت تعملها. فلازم تتعلم من بدري انك تعرف تضحي بهامش الربح الكبير مقابل ان انت ما يبقاش كل الناس مضغوطة، انك تعين ناس اكتر فالشغل يتعمل بطريقة احسن واسرع علشان البيزنس بتاعك يبقى حاجة سستينبل تكمل وتعيش وكل الناس تبقى بتأدي وبتقدم للمنظومة الكبيرة. في التوك اللي كانوا بيتكلموا فيه حد رفع ايده وسأل: انا دلوقتي مشغول جدا في حياتي الشخصية ولسه داخل على خطوة جديدة وجواز واطفال، ولكن انا عندي مشروعين بادرهم، بس حاسس ان في فكرة مشروع تالت كويسة جدا ممكن تديني مكسب عالي. هل اسيب المشروعين اللي انا استثمرت فيهم وقت وابتدي في مشروع الجديد، ولا خليني زي ما انا لحد ما اوصل لنقطة معينة؟ وكان رد كل الناس اللي على البانل اللي في الايفنت وقتها: انت ازاي اصلا شغال على مشروعين؟ ازاي انت عندك الوقت عشان تعرف توفق ما بينهم؟ ده غير حياتك الشخصية. فهتلاحظ دايما ان الناس الناجحة ما بيقدروش يعملوا كذا حاجة في نفس الوقت، وما بيحبوش ان هم يشتغلوا اكتر من بيزنس. عشان كده هتلاحظ ان ناس كتيرة جدا بتحاول مرة واثنين وثلاثة وعشر مرات لحد ما تنجح، وده لانه مقتنع وعارف ان هو لما يشتغل على حاجة ويديها 100% من وقته وتفكيره هيعرف يوصل بها النجاح حتى لو فشل كذا مرة، ولكن الحاجة اللي هو بيديها وقته 100% بتبقى ليها اعلى نسبة نجاح ممكنة، فهو مش بيسيب حاجة للحظ. ثالث حاجة بورد اوف دايركتورز. لازم يبقى عندك ناس بترشدك مش بس في البيزنس، في كل حاجة في حياتك. تشوف ناس عندها خبرة اكتر منك او انجح منك في حاجة معينة وتشتري وقت الناس دي ان هي ترشدك، تسمع منك وتتابع اللي انت بتعمله وبتريبورت فيهم كأن هم دول الناس اللي بيديروك حتى تفاصيل حياتك. ساعتها هتكون بتعامل مع نفسك كبزنس مش كشخص، وده اللي هيضمن لك ان انت تنجح كشخص. فكر فيها بالطريقة دي. لعيب كرة زي ميسي مثلا، هل هو ما بيتمرنش لانه احسن لاعب موجود على الكوكب؟ اكيد ما فيش حد يعرف يقول له ايه اللي بيعمله غلط، ولكن حتى ميسي عنده كوتش وعنده كذا كوتش بيدوله رأيهم وبيدوله فيدباك، ودايما بيحاولوا ينتقدوه ويقولوا له ايه اللي يعمله احسن، لان مهما كنت كويس في الحاجة اللي بتعملها لازم يكون في روم فور امبروفمنت، لازم يكون في تحسن علشان تبقى دايما بتمشي لقدام. فعشان نراجع 3 حاجات مهمة هيخلوك تبقى شخص ناجح. خليك متواضع ودايما بص لربنا، اتعامل بأخلاق كويسة علشان هو ده اللي هيضمن لك ان مهما وصلت في النجاح ما يقعش فجأة. تاني حاجة ديليجيت. عين ناس من الأول خالص، مجرد ما تبتدي يبقى عندك هامش ربح بسيط عين ناس تعمل الحاجات اللي انت ما بتعملهاش أحسن حاجة أو بتاخد منك وقت كتير. تالت حاجة دور على منتورز، ناس يكون عندها خبرة أكتر منك تبقى بتريبورت ليهم، بتقول لهم انت عملت ايه ويدوك رأيهم والفيدباك وتحسن من نفسك دايما. ونقطة إضافية، السيلف هيلب بوكس. ثانية واحدة. السيلف هيلب بوكس والحاجات دي مش هتفيدك لو انت مش في مرحله معينه في حياتك، فما تقعدش تضيع وقتك في اصحى الساعه 4 الصبح
وحاول تبقى احسن بالطريقه دي. كل واحد بيبقى عنده حالته الشخصيه وظروفه الشخصيه، ما تعتمدش على كلام بتسمعه اونلاين في ان انت تحسن حياتك انت، لان الشخص اللي بيقول لك النصايح دي ما يعرفش انت ظروفك عامله ازاي. بس حاول تاخد المعلومه من مصدرها وبناء عليها تحسن في قراراتك انت اللي بتاخدها كل يوم. هو ده فعلا اللي هيجيب لك فرق، لان الحاجات دي مش هي اللي هتكسبك ولا هي اللي هتعلمك. تمام؟ لو وصلت لحد دلوقتي في الفيديو فشكرا ليك عشان اتفرجت. ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب للشانل وتضغط على النوتيفيكيشن بيل علشان يجيلك الفيديوهات كل حد لما انزلها. اعمل لي فولو على تيك توك وانستجرام بنزل عليهم كليبس. واللي رايكم في ال3 حاجات دي، ولو عندكم اي حاجات اضافيه عايزين تزودوها على ال3 نقط دي قولوها لي في الكومنتس تحت. يلا اشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.